سامسونج النهاردة بتقدم لنا هاتف ممتاز، يعني مش كلمة وخلاص، لا هاتف حرفيا كويس جدا، بيقدم لك اي حاجة انت محتاجها. فخلينا نشوف الهاتف ده. احب بس ارحب بيكم، يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي A25. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي بتكون في نهاية الفيديو. ولكن بس ستوب ثانية كده، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، بيفرق معانا جدا. ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. خلونا نشوف تصميم الهاتف اللي مش محتاجين نتكلم عليه كتير، نفس تصميم سامسونج في الفترة الأخيرة، كل التصميمات واحد تقريبا، بس هو تصميم يعتبر كويس، مش حاجة حلوة أوي بس مش حاجة وحشة برضه، وهي عموما أذواق زي ما بقول دايما. خامات الهاتف بتيجي من البلاستيك. وخلونا نشوف الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.5 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس وبدقة 2340 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل انش. والشاشة نوعها سوبر أموليد، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 1000 نتس. طيب الشاشة هنا على فئة الهاتف وسعره فهي ممتازة، يعني سامسونج هنا بتقدم لك شاشة سوبر أموليد مع 120 هرتز مع سطوع عالي 1000 شمعة، هتاخد منها تجربة كويسة تستمتع بيها ومناسبة على الفلوس اللي انت بتدفعها. نتكلم بقى عن الأداء بتاع الموبايل أو المعالج هنا هو إكسينوس 1280 اللي بيجي بدقة تصنيع 5 نانو، والمعالج ده يعتبر بيعادل أداء معالج سناب دراجون 695 مع فرق بسيط جدا مش مذكور يعني لصالح معالج إكسينوس. المعالج هنا برضو حقيقي ممتاز، يعني موفر للطاقة، كمان قوي، بيقدم أداء مميز سواء بقى في استخدام يومي، تصفح، ألعاب، جيد، يعني حاجة متوسطة بالمناسبة لفئة الهاتف. فبشكل عام المعالج كويس على الفلوس اللي انت بتدفعها. الجهاز بيقدم 3 نسخ، الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن عشان تركبه لازم يركب مكان شريحة من الشرايح. الهاتف هيجي ب3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية وفيها تثبيت بصري، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو علشان تصور بيها التفاصيل من قريب جدا. والكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات جودتها 4K 30 فريم في الثانية وفول اتش دي برضه، وفيها تثبيت إلكتروني. كاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 13 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات جودتها فول اتش دي 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جاب حجم 5000 ملي أمبير، تعتبر بطارية كويسة خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة. كمان هي بتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والصراحة في السعر ده كنا نتمنى لو كان الشحن السريع أسرع من كده شوية، ولكن سامسونج معروفة مش بتقدم أسرع من 25 واط شحن سريع. الهاتف هيجي من العلبة بأندرويد 14، والهاتف بيدعم NFC. الهاتف بيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن، بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز تدعم الاستيريو، والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. ألوان الجهاز هم الأسود والأصفر والأزرق الفاتح والأزرق الغامق، والجهاز بيدعم البصمة موجودة في زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف فحقيقي الشاشة هتقدم لك تجربة تستمتع بيها، سوبر أموليد مع 120 هرتز، فدي حاجة ممتازة. برضو المعالج جيد وكويس على فئة الهاتف. الكاميرا الخلفية
في السعر ده مع مميزات تثبيت بصري وإلكتروني فهي كويسة. بالنسبة للعيوب فكنا نتمنى زي ما قلت الشحن السريع يكون أسرع من كده شوية في السعر ده. طيب خلونا دلوقتي نعرف سعر الهاتف، بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $245. السعر المتوقع في مصر 11500 جنيه، والسعر المتوقع في السعودية 1100 ريال. طيب كده كويس أوي، ولكن مثلا ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس سعره؟ هقولك عندنا هاتف شاومي بوكو X5. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي A25. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا في القناة عملنا مراجعة لهاتف شاومي بوكو X5 او X5، تقدروا تشوفوها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج سامسونج هو اكسينوس 1280 ومعالج شاومي هو سناب دراجون 695، وهنا اداء الاتنين متقارب جدا من بعض. الاتنين بيجوا بشاشة سوبر اموليد جودتها فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وهنا برضو الاتنين زي بعض. سامسونج بيصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية 4K وبرضو فيها تثبيت بصري، ولكن شاومي اخره بيصور فول اتش دي ومفهوش تثبيت بصري، وهنا سامسونج تتفوق. سامسونج بيدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وشاومي بيدعم الشحن السريع 33 واط، وهنا شاومي تتفوق. خلونا دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، بس خلي بالك ان سعر سامسونج ده متوقع زي ما قلت قبل كده، انما سعر شاومي في مصر ده ضمان دولي. ايه الضمان الدولي؟ ان في ناس مدخلاه بتبيعه في المحلات من بره، لكنه منزلش عن طريق الوكيل الرسمي. سعر سامسونج المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 11500 جنيه. سعر شاومي ضمان دولي في مصر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 11400 جنيه. من خلال الموقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني رايك في هاتف سامسونج جالاكسي A25. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.